اعذروا الاهلاويه يا جماعه، خلوهم يفرحوا. صعب ان فريق يعمل صفقات الاحلام وصفقات القرن زي ما كانوا بيسموها، وصفقات كيد النساء اللي خدوها مباشره من الزمالك زي زيزو، زي اللي خدوها عن طريق الكباري زي امام عاشور وجابوا بن شرقي، وبعدين طبعا عملوا صفقات تاني بين رمضان وبن عثمان وتريزيجيه وحسين الشحات والافلام وتوفر لهم لبن العصفور حرفيا. فلما فريق يتكون بالنظام ده كان عندهم كل الثقة ان هم هيدوسوا على افريقيا كلها وهياخدوا كل بطولات مصر، اللي هي الدوري والكاس وكاس الرابطة وكل شيء، لان انت كونت فريق الاحلام اللي كانوا بيسموه فريق الاحلام، وجالوا فيه اشعار، والقاهرة ما كانتش نايمة لما اخدوا زيزو، وقال لك يعني خلاص مفيش حد هيجي في وشنا. فلما يجي الفريق ده بالامكانيات دي كلها وبالفلوس دي كلها، اللي هي كان بيفتخروا كده الاهلاويه، يقول لك النادي الاهلي ميزانيته اكبر نادي في الشرق الاوسط مش بس افريقيا. وتخيل لما يبقى اكبر ميزانيه في موسم لنادي، واغلى الصفقات عاملها، وجايب صفقات منك انت مباشره، عمود الفقري بتاع الزمالك رسميا واخدهم. فهل ده يفرح لما يعمل كل ده وفي الاخر يطلع من كل البطولات حرفيا صفر؟ الموسم الوحيد اللي يمر على الاهلي صفر بطولات هو الموسم ده. فطبيعي لما يكسب الزمالك اللي هو بالمناسبة كله مشاكل، والمشاكل دي كمان الاهلاويه مش بيستخدموها بقى يعني كتر خيرك يا زمالك انها غصب عنك ومشاكل، لا ده بيقول لك انتوا بتضحكوا على اللعيبه وما بتدوهاش فلوسها. يعني مش فاهم انا يعني، بتعملوا جدوله للعيبه. طب ايه المشكله؟ واحد معهوش فلوس بيعمل جدوله وبيدفع على قد ما يقدر. مفيش فلوس يا جماعه، مفيش فلوس. ما النادي لو فيه فلوس زي فلوسك ديت ما كانش يبقى عليه اي مشكله يدفع. ده انتوا بتدفعوا ل4 مدربين في نفس الوقت، تدفعوا ل4 مدربين في نفس الوقت. هل دي مش مشكله؟ المشكله بقى ان انا مش قادر ادفع، دي حاجه عيبه. العيب عندك انك انت شايف العذر ان ده عيب، وان انت كده يا زمالك بتاكل حق اللعيبه. اكل حق اللعيبه لما اكون معايا مليارات وما بدفعش اللعيبه، وقتها تقول انت بتاكل حق اللعيبه وبتضحك على اللعيبه. لكن انت زي تقول يا زمالك بتضحك على اللعيبه وواكلين عرق اللعيبه وقضايا و15. هو الزمالك معهوش فلوس يدفع؟ لو معاه فلوس هيدفع. لو معاه فلوس وما دفعش يبقى تقول عليه الكلام انت بتقوله دوت. انت واحد بتدفع مليارات، 4 مدربين في نفس الوقت، وطلعت الموسم صفر. فطبيعي لما تكسب الزمالك اللي بكل المشاكل دي، هو اللي منافس على البطوله بتاع الدوري ووصل نهائي في بطوله الكونفدراليه اللي انت بالمناسبه هتشارك فيها، ولما بتشارك فيها بتبقى حاجه كبيره طبعا. فطبيعي انك تفرح لما تكسب الزمالك بكل مشاكله دي. يا ابني والله انا لو مكانك عمري ما هحط الكلام ده في دماغي ولا اهتم. يعني لو انا الاهلي، لو انا الزمالك بنفس الامكانيات بتاعه الاهلي السنه دي وحصل كل ده، مش هرفع عيني في واحد اهلاوي حتى لو كسبتك 5-0. بس الزمالك كان بالامكانيات بتاعه الاهلي وخسرت كل البطولات وكسبتك في مباراه، مش هفتح عيني في اهلاوي. ليه؟ لان انا خسرت كل البطولات اللي انا عملته. كسبت مباراه يعني، ومباراه في فريق معهوش يعني القائمه بتاعته ثابته، مفيش صفقات جديد، مفيش فلوس للاعيبه دي اساسا غير القضايا 15 قضيه عليه. يعني من اللعيبه بتلعب مفيش فلوس اساسا. ازاي انا يبقى ليا عين ارفع عيني في فريق يعني المفروض لو انا عندي الامكانيات دي كلها وفريق تعبان زي كده ارفع عيني فيه واقول له انا غلبتك وابو 3 ماشي، احنا لنا حق نحفل عليك لان احنا كتر خير فريقنا اساسا اللي هو وصل للي هو فيه حاليا. مش هنقول ان هو ما اخفقش، لا اخفق في مباراه كان ممكن بسهوله يخلصها واحنا معترفين بكده وعارفين كده، بس هندوس عليه اكتر من كده. هندوس على فريق احنا مش عارفين ظروف اللعيبه دي كانت ايه، ولا ظروف الماليات بتاعتها ايه، بيلعبوا ازاي.
في تقصير في لعيبه في الملعب قصرت، المدرب استغبى، بس في الاخر احنا لسه بننافس على الدوري وبننافس في نهائي افريقيا، بطولة الكونفدرالية الافريقية. انت فين؟ انت صفر في كل البطولات دي، بره وجوه صفر. في اكتر موسم انت افتخرت بيه وعملت صفقات وقلت انك هتاكل الاخضر واليابس ومش هتحتاج مساعدة من الحكام. بمساعدة الحكام انت حاليا بتحاول ترجع. المنظومة بتلعبنا الساعة 4 العصر مع انبي، وبتلعبك انت الساعة 8 مع انبي. هل ده تكافؤ فرص؟ في اي دوري في العالم اداره يبقى عليها شبهات انها تصرف فلوس لمنافس للزمالك؟ يعني يحصل مثلا في الدوري الاسباني برشلونه يصرف فلوس لفريق مثلا اتلتيكو ويدفعوا لهم فلوس كده كتير عشان يكسبوا ريال مدريد ويحفزوهم. كان برشلونه نزل درجه رابعه على طول لو اتحججت في القصه وثبت حالات زي كده. إدارة الأهلي تعمل فلوس ورسائل واتس تتبعت لإدارة إنبي ولاعيبة إنبي تحفيزا لهم. ده غسيل أموال وده نظام لعب مالي غير نظيف وغير شريف. في أي دوري في العالم يتعمل تحقيق ولو ثبت صحته ينزل الأهلي للدرجة الرابعة، ده إذا ما اتشطبش أصلا. بس انت في الدوري المصري في احتواء وفي معلش، اصل الاهلي طلع بالصفر بطولات ولازم نحيلهم، لازم نخليهم في اي حاجه، لازم ينافس، لازم حتى يخش مثلا نحاول نخليه يدخل افريقيا حتى لو ما خدش الدوري. ليه تعمل ده على حساب السمعه وعلى حساب البلد كامله وعلى حساب تدمير الشفافيه وتكافؤ الفرص؟ وفي الاخر الاهلاوي فرحان بايه يا حبيبي؟ انت فزت على نادي رجله موحوله، رجليه الاثنين موحولين في مشاكل وقضايا وانت نفسك بتعايره بالقضايا ديت وبتقول انت ما بتدفعش فلوس اللعيبه. ما هو معهوش فلوس يدفع، ولو معاه فلوس هيدفع. تعايره لما يبقى معاه فلوس كتير وبيصرفها ومش قادر ياخد بطوله، بيطلع صفر وبيعمل كل الصفقات ديت. يعني اعذروا الاهلاويه، خلوهم يفرحوا لانهم على جد عجلهم. سلام.